السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في ماشين ديليس أم حسين، ومرحبا بالناس اللي انضموا لهاد القناة ديالنا. نتمنى أن أموركم تكون بألف خير. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، فيديو اللي غادي نعاود نتشارك معكم فيه الطريقة ديالي اللي كنوجد بها ريب منزلي ناجح 100%. كنت ديجا شاركته معكم، ولكن بزاف ديال البنات ما كانوا شافوه، حيت كنت درتو في واحد الفيديو اللي خاص بالكوتي ديال الاطفال، دونك بزاف ديال البنات ما كانوا شافوه. غادي نعاود نشاركو معكم. الطريقه ديالو سهله بزاف، ما كيحتاج انا نديروه لا في مطايب لا في كوكوت لا في فران دافي، وكيجي ناجح 100%. انا كيعجبني انني ناخذه في رمضان. نتمنى ان حتى نتوما انكم يعجبكم وتجربوه بطبيعه الحال لكم وليداتكم. الا كنتو باغي المقادير والطريقه ديال التحضير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. على بركه الله غادي نحتاجو باش نوجدوا الريب 1 لتر ديال الحليب، ياغورت اللي يكون بنكهه الفاني، ومن الاحسن انه يكون عاقد، 2 حتى 3 المعالق كبار ديال الحليب اون بودر، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، و2 ساشيات ديال الفاني. حاجه غادي ندير، غادي نقص كاس ديال الحليب كبير ونخليه على جنب، ولو غاس ديال الحليب غادي نديرو في كاسرونه ونضيف عليه 2 معالق كبار ديال السنيده. يمكن لكم الا بغيتو ديروا حتى 3 معالق كبار، بالنسبه لي انا 2 معالق كبار ديال السنيده كافيين. ويمكن لكم تضيفوا في هذه المرحله الا بغيتو حتى الفاني. انا بالنسبه لي غادي نخليه حتى الاخر، غادي نديرو باش يطيب ونرجع لكم من بعد. كيف ما كتشوفوا معايا درت الحليب باش يفيض. إن فوا طلعوا الغليه غادي نطفي عليه البوط. غادي نخلي الحليب اللي فيضت على جنب باش يبرد ليا شويه. خديت ان بول، غادي ندير فيه كاس تاع الحليب اللي خليت من قبل، غادي نضيف عليه الياغورت. هنا يمكن لكم ديروا اي نكهه كتعجبكم، انا درت هنا ديال الفاني، وكما قلت لكم من الاحسن انكم ديروا ياغورت يكون عاقد. غادي نضيف عليهم 3 المعالق كبار ديال الحليب اون بودر. كما يمكن لكم انكم ديروا 2 معالق كبار، يعني ما بين 2 حتى 3 معالق كبار. الحليب اون بودر كيعاون ان الريب ديالنا يجي عاقد. غادي نضيف عليهم الفاني، ونحرك كلشي بالفويه حتى تنسجم ليا كاع العناصر وما تبقاش ليا محبه وتولي على شكل كريم. الفاني كما قلت لكم يمكن لكم ديروه في هذه المرحله، كما يمكن لكم انكم ديروه يفيض مع الحليب. خديت دابا الحليب، غادي نحاول نبردو غير شويه قبل ما نضيف ليه الميلونج اللي قاديت ديال دانون والحليب اون بودر. من بعد ما بردت الحليب شويه كيف ما كتشوفوا معايا كنحط فيه الصبع ديالي، ما كيحرقنيش، خاصو يكون سخون ولكن ما خاصوش يكون دافي، خاصو يكون سخون شويه. غادي نضيف ليه دابا الميلونج اللي قاديت من قبل، وانا كنحرك بالفوي، خاصني نحرك مزيان بالفوي حتى تنسجم ليا كاع العناصر. كيف ما كتشوفوا معايا انا درت كيسان كبار ديال سلطه فخوي. كما يمكن لكم انكم ديروا كيسان ديال العنبه ولا دي فيغين صغار، هكا الكميه ديال الرايب كتجيكم اكثر. قبل ما تكبوا الرايب ديالكم في الكيسان ديروا ليه صفايه، هكا كتضمنوا بان الرايب ديالكم ما كتهبط فيه حتى شوائب. وحاولوا انكم تجربوا هذه العمليه باش الرايب ديالكم يبقى سخون قبل ما تغطيوه. مباشره من بعد ما كنكب الرايب في الكيسان هما باقيين سخان، كنفرش تحت منهم كوفرتور اللي غادي نلويها عليهم. من بعد غادي نغطي الكيسان ديالنا بالبابي الومنيوم باش تزيد نكونسيرفي السخونيه. كما يمكن لكم انكم ديروا دي فيل اليمونتير، غادي نلوي عليهم المنطقه مزيان حتى نغطيهم. ما غاديش ندير منطقه اخرى حيت دابا الحال سخون ما كاينلاش. ملي يكون الحال بارد يمكن لكم انكم تضيفوا منطقه اخرى. كما شفتوا معايا انا ما درتهمش لا في كوكوت لا في مطايب
لا في الفران دافي. دونك هاد الطريقه كافيه. الماكسيموم 8 ديال السوايع والرايب ديالنا غادي يكون واجد. وفي الحال بارد يعني الماكسيموم 10 ديال السوايع. من بعد ما دازت 8 ديال السوايع الرايب ديالي دابا هو واجد. من الاحسن انكم في الحال سخون تخليو غير 8 ديال السوايع، وفي الحال بارد 10 ديال السوايع ماكسيموم، هكا باش الرايب ديالكم يصبر معكم اكثر وما يحمرش لكم من بعد. الرايب ديالنا جا ناجح 100%. واخا كنقلب الكيسان كيف ما كتشوفوا معايا كيبقى ثابت. هاد راه باقي ما دخلتهمش نهائيا الثلاجه، يلا عريت عليهم. ما احتاجتش انني نديرو لا في كوكوت لا في مطايب لا في فران دافي، وجا ناجح 100%. و8 ديال السوايع كانت كافيه بان الرايب ديالنا يجي ناجح. غادي ندخلو دابا الثلاجه غير باش يبرد ليا ونعاود نرجع لكم من بعد. من بعد ما برد الرايب خرجته من الثلاجه كيجي ناجح 100%، عاقد بحال اللي كيتباع في المحلبات. يمكن لكم انكم تزينوه بالحاجه اللي كتعجبكم ولا تكتفوا انكم تاخذوا غير هكذا، راه كيجي منعش. يمكن لكم تحتفظوا به في الثلاجه لمده 3 ايام حتى ل5 ايام ماكسيموم. يعني من الاحسن انكم تلونوا في 3 ايام الاولى حيت ما فيش المواد الحافظه. كيف ما كتشوفوا معايا هنا الرايب ديالي رجعته على شكل ديسير وضفت فوق منه 2 ديال الطبقات. الطبقه الاولى كريم دورانج اللي صبتها بجو دورانج مع الكريم باتيسير، والطبقه الثانيه اللي هي كولي ديال الفريز. هاد الوصفه انا ما كتخطانيش في رمضان، عزيز عليا بزاف انني ناخذها في رمضان. نتمنى ان حتى نتوما تعجبكم وتجربوها بطبيعه الحال ليكم وليداتكم. ونقول لكم دابا الى فيديو قادم ووصفه جديده وافكار جديده ان شاء الله.